السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم نزار الدحماني، باطر وكومبوزيتور من المغرب. مرحبا بكم في مدونتي اجي نتعلموا الباطري. تاخرنا عليكم بزاف لظروف القاهره، ولكن رجعنا لكم بدرس جديد، درس مفيد، لان الدروس كامله تنعطيكم تكونوا عباره عن دروس تعليميه كيفاش العزف. اما الان غادي نعطيكم نصائح، لان النصائح حتى هي تتكون تعطي الفعل ديالها. اليوم غادي نهضروا على اهم درس غادي يكون عندي في المدونه كامله، هو طريقه ديال كيفاش الجلوس على الدرومز، طريقه كيفاش تجلس على الباتري، ولا بوزيسيون صحيحه اللي تحافظ بها على الصحه ديالك. نشوفوا هادشي كامل في الحلقه ديالنا اليوم. اول حاجه خصنا نتفقوا عليها قد ما الكرسي تيكون مزيان قد ما العزف تيكون مزيان. ان في الباطري لقيتي الراحه ديالك في الجلوس، غتلقى الراحه ديالك حتى في العزف. من غير التقنيات ديال العزف تيبقى الكرسي وطريقه الجلوس في الدرمز عندها واحد الدور كبير كبير كبير. فيها واحد الدور ديال 30% ولا نقولوا 25% في العزف ديالك على الدرمز. اول حاجه بالنسبه للعالم العربي راه ما كاينش الدراري بزاف عندهم الامكانيات باش يشرو كرسي احترافي بحال هذا كرسي احترافي تشوفوا مريح، عنده حتى الظهر ديالو. كاين انواع بزاف ديال الكراسي بحال هذا، وكاين بحال هذا، وكاين عاوتاني بحال هذا، حتى هما تيكونوا مريحين بزاف. اما اما اللي ما غنقولش لكم ان الا ما كانش عندك كرسي احترافي ما غتكونش عندك لا بوزيسيون صحيحه في العزف. غير بكرسي عادي حنا غادي نطرقوا كيفاش في الاخر ديال الحلقه غنوريكم ان حتى الكرسي عادي يمكن لك دير به لا بوزيسيون صحيحه. المهم اليوم خاصنا نعرفوا شنو هو علاش لا بوزيسيون صحيحه خاصها تكون. اول حاجه ملي تبغي تجلس في الكرسي ما تحاولش تخلي الكرسي تدخل في الكرسي كامل، تخلي الكرسي باين لك هنا. نو، ما تحاولش بان انا ما تبقاش بواحد الاريحيه بزاف في العزف، تبقاش تخليك هو اصلا شي. حاول الكرسي كيما يكون كومسا، حاول تجلس في الحاشيه ديالو، في الحواشي ديالو خارجه. الفخاد ديالك ما يكونوش شادين الكرسي، الفخاد ديالك يكونوا بواحد الطريقه مريحه. هذا غيخليك تعزف بواحد الطريقه جميله. الكرسي حاول تحطو اون فاس امام البيدال ديال الجروس كيس او باس كيك باس، ورجليك وحده تكون في واحد البوزيسيون مساويه مع الجروس كيس، والرجل الاخرى تكون في واحد البوزيسيون مساويه مع البيدال اللي تتكون ديال هيت هات او الشارلستون. والكيسكلير تكون بيناتهم بجوج، ان تكون جيه بين الفخار. هذه لا بوزيسيون صحيحه. راه يمكن لك غير بكروس كيس شارلستون تلعب لي جروف وتلعب تقنيات بزاف. المهم حاولوا ملي تكونوا تجلسوا ما تجلسوش ديما تلعبوا الظهر ديالكم مقوس، او حاولوا ديما العزف ديالكم، لان بزاف تيقول لك هذاك راه عامر فيه بزاف ديال البروتوكول والعياقه، تعزف بواحد النفخ. شوف غادي تجيبها غير في صحتك الا عزفتي بظهرك، لان من بعد غادي يمكن تصاب امراض في الظهر، يتمزقوا لك العضلات. ان العزف في الدروم تتخدم بيديك وداك الشيء، ولكن في البوزيسيون خايبه تتزاد حتى الخطوره في العزف في الصحه ديالك. حاولوا ملي تعزفوا الصدر ديالكم يكون خارج. شوف ملي تكون بوزيسيون صحيحه تلقى راسك انك الاز باش تعزف في المهم انا ما يمكنش ندير لان ما ديرش لي ميكرو الدرمز. المهم كومسا هاد لا بوزيسيون صحيحه، والله لا ضبطتوها غادي تحسوا كاين واحد الفرق اخر في العزف ديالكم في الدرمز. لان شوفوا ملي تجلس في الحاشيه ديال الكرسي تلقى ان رجليك
خفافين من هنا باش يعزفوا في البيضه، فهمتي؟ اما لا خشيتيها ما يمكنش ليها تعزف في البيضه. نحاولوا ندوها في هاد لي زيطاي بزاف، لان بوزيسيون صحيحه في الباطري يمكن لها تعطي العزف صحيح في الباطري. نشوفوا دابا الكرسي ديال عادي ديال الدار انه حتى هو راه يمكن ليه يعطي بوزيسيون صحيحه. كما دابا تشوفوا غيرنا الكرسي، دابا ما بقاش عندنا كرسي احترافي، هو كاين واحد شويه الفرق، ولكن ان لا بوزيسيون صحيحه واخا يكون عندك كرسي عادي وما عندكش امكانيه باش تشري كرسي احترافي يمكن لك تشري كرسي. انصحكم في كراسه راه هما تيكون الحجم ديالهم معروف، حاولوا ديروا 3 طبقات، لان 3 طبقات ديال الكراسه هي اللي غتجي تساوى ديريكت مع الكرسي الاحترافي الشكل قد معاه. حاولوا كذلك ما تجلسوش بحال هكا، الفخاد ديالكم يكون، حاولوا تجلسوا على الحاشيه ديال الكرسي كومسا، جلسوا باش هاد الفخاد يكونوا عاوتاني حتى هما مرتاحين في العزف. ونصحكم بزاف حاولوا تقادوا لا بوزيسيون ديال الباطري، لان البوزيسيون ديال الباطري هي الاهم، ماشي ديروا طامع هنا وديروا طامع هنا. غادي نطرقوا لهذا الموضوع في حلقه اخرى. المهم اليوم بغيت نقول لكم ان لا بوزيسيون صحيحه في العزف راه غتفيدكم بزاف، ونتمنى تاخذوا هذا الدرس من باب العلم بلا شيء. ونتمنى لكم التوفيق حتى في المسيره ديالكم الفنيه كامله. شكرا. الى عجبك الفيديو ديالي اضغط على السبسكرايبز، لان السبسكرايبز غتوصل لك حلقات جديده اخرى، وغتخليك ديما معنا في لاشين، اي جديد تيجيك اوتوماتيك. حاول دير سبسكرايبز. عجبك الفيديو ديالي دير لايك، ما عجبكش دير لايك. حاول تعطينا البوين دو فيو ديالك في الكومونتير تحت، لانها تعطينا واحد الاضافه وتخلينا نصلحوا بزاف ديال الاخطاء. وشكرا. كان معكم نزار الدحماني. تواصلوا معنا في الصفحه الرسميه ديالي، وتواصلوا معايا في الانستغرام وعلى اللايف في الصفحه الرسميه ديالي. شكرا.